نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي. صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه، وأمر الأملاك أيضا بصلاة عليه زائدا بذلك هلا. ثم إلينا وجه الخطابا تكرما وأنفسا أطابا، فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل عن مثالي. يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا. إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم مقدمة. يلا وصل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. عدد معلومات ربنا العليم، يا من به وهبت لي خير علوم. وصل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهو آية الإله الكبرى، وهو الذي ساق لغير الجبرى. وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمسلم مرة عليه عصرا قد تنير بر، ولي توصل بشارات القدر مذهبها لغير نحو القدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل النافع قد سمي. صل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يوصل لذي عشر مئة بجايه، يا من حمى عن سيئة على نبي كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن. نعم الشفيع من عليه مئة صلحت وألفا تفوق فئة. وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وشفقة. وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى. يلا وصل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألم، ولي به وهبت في حالاتي ما غاب عن أكابر السادات. ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب. وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على. يا من كتابك العزيز فلبا لي ولي عداك طرا غلبا. وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممر والديور. وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال. وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من جعلت صلوات النامية عني مسافة السلوك تاوية. ولي أمداحي جعلتك جهاد كل مجاهد هديت ذا الجهاد. ولي جعلت جملة الشهور لي شواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي. صل صلاة قد تقلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وقد لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع. وقل بشارات تدوم أبدا مني إلى الصحاب يا من وبدا. والتج أهل بدر الكرام عني خيرا قل لي المرام. والتج عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وغسلا. ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وفهم من ظلما. واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون. يلا وصل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة
صلاة قبلت وصوم واكشف بقبضي ما اقتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والغليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن والتسلمي على الذي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وصل غير جالبات اللوم وحركات يجعل والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل اشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعن يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق وعن يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة أحمدا وعن يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة أحمدا وعن يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنير بلحبه وعن يجزي جندك الكراما خيرا كثيرا قلت للمراما وعن يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتذن بالأكملين وعن يجزي والدي وجميع من سره بسر قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتشف الذي ترى من غمة واشغل غداك بسوى ما يفسد نرجى نبيك وذل من حسدوا واشغل غداك بغداك واصرف قلوبهم عن در ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ذر الذين أحسنوا معا سوا واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي هذا الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما فعنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يرضي السرور على نبيك وعبدك الرسول من ليقاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم عندك قد سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له سر القديم واجعل به قد سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا واجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا وداء واجب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من ولا قلت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعل ظرف كتابك به فانجعل وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والقجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد سر بسر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكن في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقلت لي في جملة العادات فوق منى عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي ذكيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وثنا فوق قيور من أدام حسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة مع سلام الانتهاء لا على من قلت لي ما يشتهى بجايه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحوي بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزيه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظ كن واشهد لي اليوم بكوني عبدك قديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي نافع كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم بحمد وسكور واشهد لي الدهر بحمد وسكور وبرضا بك وعنك يا شكور
الشكر قبلت لي من أذى لبلسشي منبها في ذاك عام لسشي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين وبدا ليومك العظيم يا من وبدا أنثني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان ولي أطبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يد لنقاد منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلى يا من له الخلق من يا من على صل صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به سددت لي لساني وقلت لي ذالا إلى الجنان كما به نورت لي جناني وقلت لي ذالا إلى الجنان كما به سددت لي لساني وقلت لي لك مع الحسان كما به سددت لي لساني وقلت لي لك مع الحسان يا من به نورت لي جناني وقلت لي ذالا إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجب به عني يا والدي يا من به أمري رممت طيا وجل حياتي له شرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطن علا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتصر واجعل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة واجعل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكرا واذكر له القادر واشرح صدرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا عند ملك قد سميا صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من به لي قضيت أربي وقلت لي به لسان العربي وقل له حلاوة وقوتا يا من بلوذ أخجل الياقوتا وبكتابتي له قل ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما ممه كالشهد من قدما الصلوات جعلت طاوية عن المسير لرداك حاوية به وأخجلت السيوف والرماح بما به مدحته يا ذا السماء إلي قدت بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبتا نفا بلا ضر ولي قلبتا وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير حساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يلا وصل ولتسلم في أبد عني على من لك قاد من غبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسغل غير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسغل غير ما حويت مفسدا ولا توجه للغدا والحسد وجنا قائدي وقولي والعمل خير مصالح وسقلي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم يزل الصالحون قبلي وصل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من معا توجه الحساب لي أبدا وسرت ذا احتسابي يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيح منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سر لك الشكور يا على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي ليس ثناءك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي
بسم الله الرحمن الرحيم يلا وصل وتسلم سرمدا عني على خير البرايا أحمدا وآله وصحبه وقبليا سرا به يغبطني من قبليا وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقبلي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من شقاء واللوم واصرف جوانب الشقاء والملام لغير ذات يا حفيظ يا سلام وصل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد أنزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة واجعل به بعد صلاة وسلام عليه قبتي جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعة بشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي به خير ظروف يا خير من نادوا عبد بحروف واجعل حروفي معجزات أقرت وخير خيرات لديك ادقرت وقبلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معادي يغلبي وليسف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والمفاسي يا خير منزل وخير رازقي يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة صيغة بتوسعة على النبي والرسول ذي السماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل اشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حاذو المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاهلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنت لي مختاري فسلمدا عني صلي بسلام علي في الآل مع الصحب سلام وصلي يا عليم أفضل سلام مع سلامك على كافي القلا مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن قيري مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن قيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي يا قبير أنفع سلام على الذي بقمتي أبدي علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلمي لك علي قدمة تصر خير نبي كالكلي يسر وصلي يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم خوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم والتقني السقط والغرور في كل شيء وكفني الغرور وليهب جمع الذي تفرقا بين القيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى غير رداك والمطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حاضر من العناء القدر نبى لغير جهتي ما ساء كامن كفاني كل من أساء فرعت خير الخلق تفرحا يدوم أني له حب وقل وقديم فرعت خير الخلق تفرحا يدوم إني له حب وقل وقديم يسر للقدير ما تعسر على سواه والهدى لي فسر كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجغني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نذع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو قدر يلا صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا وآله وصحبه وكون لغرضه بلا أذن يكون وصل يا رحمن ولتسلم على الذي بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مذيل الكذم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير ردي وامحو انتحاما سأني كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي الانفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يلا وصل ولتسلم سرمدا على سبينا البصير أحمدا وآله وصحبه وغلمه قلبي بجاهه وكل
وسلم وشد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقل به لكالكلي وقلمي خير العلوم يا مذيل الألم يا من جزاؤه الغداء أنساني وذرهم يا واهب الإحسان صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصل يا رحمن ولتسلم على الذي به كشفت ظلمي كما به محوت ظلمي والحجاب وجدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسل قلوب من قلوني لسواه ما ثاني يا من كفانيهم سوا وأيد الشيطان والقبيلة مني وهب العلم والقبول واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل بي عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيما هب لي تعظيم جميع حرمات الله واكفر الشقاء والندمات وجه جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل وجه السحابة قيورا عني مع الملائكة معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم عن وقد للغربا قد لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسر بجاهه لغير كل ما يجر لي شقاوة أو ظلما وصل يلده صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشل اللهم في الفرد رجب يا من يقول لي به على عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن سبيل قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وقديم للمنتقى الذي السيادة تدوم وصل يا رحمن ولتسلم على البشير والنذير العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلغ الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وصل يا رحيم ولتسلم على الذي تقديمه قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه شهور وسنين لي شواهد وارض لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحزان وتب على كل يتي وتهيري جميعها والقلب مني مهيري واجعل قلامي ومدادي هدية هداية للمقلاء بادية واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوق رداء عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا قدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفع تفعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي توحيد كل مرسل وكل صاحب وقت عسيل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل قط وإلى الماح الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرته نبير وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتب عبدك القديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وغب له لطفا جميلا وهب له مراده بغير رهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تقي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجه في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدبعي وتغنيهم بك عن المعاصي وتفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هدي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام علي مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة تجب المكارم لخلقي تزاضح المحارم إلى سوى قلبي وقلبي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير سلام لا يرم يقول لي منك مرادي يا كريم بلا أذن ولا جوان ولا مرض ولا غدا ولي يطيب الغرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا
صل صلاة لتطيب الزمن ولتقلد إلى القلد الأمن مع سلام عاثم من كفري وآله يا من حبا بالغفر على الذي أورثني الكتاب على الذي أورثني الكتاب به وعني زحزح العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نظمي ذا سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب ربي منك رحمة ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدري يجعل ربي منبع علوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صل صلاة تجلب الودادا لوردا والصدق والأمدادا ما سلام يدفع الفسوق لغيرنا واللي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم قتليا على رضاك قد أرحت مطليا لقلت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افترا وكذبا يا من كفاني الشقا والحسدا ولم توجه لجهتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكور تشهد مع سلام بفلاح يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما سأني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجه عني خيرا لم يكن لغيره وردا عن الصحب بكن والتجه عني خيرا لا يرم يا مغنيا لي يقود ما أروم وجل حروفي به رداك يا من رضيت عنه إذ أرداك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدا إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلم عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي قيوره من سفر صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسور بيوم الأول صل صلاة لا تزال صافية جائية إلى النبي بالهافية مع سلام لا يشوبه قدر يا من به يجري بإذن القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة كما جعلته منير السادة الأسفياء الأتقياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائد لذكرك المثاني يا من به طاب ربيع الثاني صل صلاة لا تزال راصدا كل معاد للجنان قاصدا مع سلام تارد كل حصد تر صحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو والأشقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جماد الأولى صل صلاة لا تزال راقية نامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلت لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومتوجه الأذى أبدا بجاهه يا من به قد عبدا وجعل مكاتبي لديك حسنا وعندك اجعلني قديما أثنى ومتوجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهة حسدي يا من حماني عن غناء الفانية ولتطيب جماد الثانية صل صلاة لتقلد البشر بشارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثناء يا خليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل مدائه له والصلوات فوق العبادات من والدعوات والتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن غدا وتبب وشد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائد لي من رئيس الحرم
علينا حبيبنا محرمي ما صار قلبنا فهم مسرمدا يا من له من امتداح أحمدا صل صلاة بسلام الانتهاء لها على من قاد لي ما يشتهى في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندو يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر صل صلاة بسلام شيعت وبركات ناميات رفعت على نبي الله بهجة الرجال وزينة النساء من محل مجال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لما محا تحولا وقلت لي من ربيع الأولى يا قائدا لما محا تقولا وقلت لي من ربيع الأولى صل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائلا للذكر والمثانية وقلت لي من ربيع الثانية صل صلاة لا تجاري صلاة على نبي الله ضيغ من قلا مع سلام لا يجاري سلام وبصرا بذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي كرما تجليلا وقلت لي منك جماد الأولى صل صلاة تطرد الأعداء لغير النحو وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويذهب الحكام كالأخيال إلى سوى النحو بلا لقاء ولا مدارات ذوي الشقاء على النبي والرسول العالمي من لي يقول علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبسر والبقاء صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زحزح الغيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعز القلم يا من يقود لي من اللفظ العجب يا قائدا لي منافع رجب صل صلاة قد ثبت من اللغى على نبي الله نور البلغى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا وتحمني عن كل كد ومرض وابلي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسوى يدحدح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صل صلاة لي تقلد ولن تنفي الغداء معنا بسر وعلن إلى سوى ذات تؤيس المريد مني ومما اخترته لي يا مريد مع سلام ما له تناهي على نبي آمر وناهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حروفيته لي جنة عن الغلا وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لغضبته إلى الجنان سلما مع سلام يجب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته ذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذب الشقاء والغناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قدر ما ساءني حيث ردد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائلا للخير في شوال صل صلاة تجب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يغلد الصلاح مع سلام يغلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني قديم وظهر في البر والبحر ولي قتل ظهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشدا يا من له شكر من ذي القعدة صل صلاة لتطيب القول في كل شهر ويقول بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بهاك من يا مطيع التحديث على الذي طيبت نفسي كما وهبت لي به الهدى والحكمة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذب الذي يريد كل ما يسوءني لغير الضر مؤلما ولا توجه لجهات الظلمة وتغل غير حاسدي وألما يا من حماني قروة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي إقدامه لي قادا من قاد غيري له
قادا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حروفي بأفضل البصر في أبد دوردا أعلى بشر يا من وهبت لي الشهور بشرى لي أتفتها معا والعشرى لقط من جلا وما تكمنا ولي بدل بسر بأيام منا جل يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لا تزال ساطعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد الهدى وقيل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حروف هذه أنوارا يا من لغير وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سميا صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجه الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلب يجب الأخيار إلى محبتي بلا أدغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قمته لطيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل لياد وجل حياتي به خير أياد وجل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان وجل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذو العرش والكرسي يا مرحبا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تدمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع قلام قاد ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لطف يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري تصون عن الله يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوصال ينير للغدو والآصال على الذي قد دغدغ الأعداء لغير ذاتي وأذال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به يا مالكي أعرابي صف العيوب وشف الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا وشر لي الدهر بأني منصرف عن الغداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فعيق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنه الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع بصير سميا صل صلاة تغلد الصلاح للجنان تثبت الفلاح على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفاذوا الإخراج قبل لكفرهم مع التدراج إلى سوى مختير لي من المباح وقعد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل ممري ومقري والديور لي شواهد بأفضل الخيور وجل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما ثاني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من عما كليتي عن الشقاء وآله وكل مبن لسقا صل صلاة للمنى تصحح يا خير الشاب إنك المصحح مع سلامي لينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتقلل الحليب واجعل فيوض كالكليم منيرا قلوب حزبك وأسطع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وفرع قائدي وقولي والعمل مستحقات وجب الأمل وفرع قائدي وقولي والعمل مستحقات لك وجب الأمل واجعل حياتي يا جميل جنة عن الأذى لجنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسمان ما غني بيان بلا إقالة بمفخر ربيان لك شكوري بعد حمد خالدي عن جزء أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومن وصل عني أبدا على النبي سر
سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزده أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم وبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن ذاك تغني وعن مناهيك من يا مغني مع سلام لي وسر الصلاح مقلدا لي الرباح والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لغير الغدا معا فانصرفت إلى سوى الدنيا والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقبلي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم وجل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وغفر الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا موصل على الذي لك توجهت سنين به وقلت الحلال والفنون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقل شكرا وعلما بدعا وأجر نفع تاردا من قدعا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من حاله شكور سرعت بانيا بنا الذكر وجل مكوث لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الدر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه شاكر عليم باق لديه نبقت تاج العلوم صل صلاة من وقوف وكسل ما لغتن يا من أدى مجل غزل ما سلام لي يقلد الرباح في كل ما لي تجود من مباح على الذي سيرتني قديما وقلت لي بين الورى تقديما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأعطني التقوى ويسر لي ما قصرته على سواي شيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك شرعت فاكفني غوايقا كما أردت واكفني بوايقا وصل بالتسليم عني أبدا على الذي تكرمه لي أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل سرور طارد الأعادي لغير النحو مغضي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين اللائق جمعت بيني وبين اللائق صل صلاة بشعوري تشهد مع سلام بمدي يشهد صل صلاة بشعوري تشهد مع سلام بمدي يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بلا انفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتجعلني أهل بدر خيرا يا من بهم ساغ لغيري ضيرا ولي بهم طلازم القيور مصفيا بهم ممري والديور وجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وغبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع الغضائق لغير نحو لي تقول اللائقة مع سلام يدرأ المفاسد لغير ذات ويقين الفاسد على الذي يسره إقدامي له مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل تلاوتي وقد يا أحب إليك من خير كثير يا محب وفيك إليه ما قل الأجورا لي منك منتبا ولن أجورا وفيك إليه ما قل الأجورا لي منك منتبا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت ما اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع صل صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يشهد وبمده يا بصدق ووفاء يا من لغير زعزح المقوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واذكر حياتي بك يا ذكور يا رافعا مني له شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا واستعت لي مع الرضا بالواسع والجنان كنت لي بواسع لقلت واجبا ومندوبا معا وبايحا إليك ما لي جمعا صل صلاة لي تقود الكرما يا من لغير الزحزح الغرم رما ما سلام مذهب لخيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل لي قيورا صفى به العمر والديورا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال
الحال والمآل وهب لي القط مع التلاوة ولي فيهما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيه ليام بيها صان ذات عن قبيح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف ولا وأن نسلم عليه فأقول بوجهك الكريم لاشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمعا صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء مع ظلام يطلقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البسر في قلب النبي سرور كل أقرب هو أجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والقمد واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والطول واجعل قدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليهب كونك لي فيه وفيه سواه من جملة ما مني يفي أصف لي مقايدي وقولي وعملي وخلقي يا حولي واجهتني بالأجر والصواب إلى جنانك وبالصواب واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغير سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم ليوزدني منك علما يا عليم وهبت لي من فضلك العظيم ما قادني للشكر بالنظيم أعصني بك من الشيطان لكنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخيور مغلقا باب الشرور وهو غن غلقا بقرت لي سر الحلوم النافعة يا منزلا خير الهدى يا رافعا آويتني إليك يا كريم يا باقيا شكوره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يلا صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لنا به الصراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان والاستسلام وهب لنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيتا قدم وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكين وقلج الوصول والسكون وصل يا رحمن والتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف ذائه النظام جالبة إلى المنى العظام واجعل جميعها أجل بركات وسكنات هديا والحركات وصل يا رحيم والتسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسر يا باقيا كفيتني مضر واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حي فيه جل وصلي وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وثب ما يسوء قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وصل يا رحمن والتسلما على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أذيبي بغير توجه إلي يذهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وصل يا رحيم والتسلم على قليلي وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي في القط ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مسونا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بالانتهاء رشدا مع سلام لي يرود الأغبياء روضا به تندمهم يا ربي على الذي جعلته مخدومي يا من به لجت بالتقديم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي سقر لي جميعا من لم يحبني فإنك سميع وهب لي اليوم مسونا مسكتا من فأه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تزحزح القلوب من لم يحبوني لغير ذا حليب مع سلام لسواي يذهب ما ثاني في أبد فيذهب على الذي قد ذهذه الحسادا إلى سواي فكف الفسادا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل
والآل وعندك اجعلني بشارات الكرام يا باقيا حميتني بالانشرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تذهب الأكدار إلى سوى النحو والغدار وتذهب المبيع هني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام ليقلد البشر على الذي جعلته فقر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تجود بالغيوب ولي سوى قلبي تزحزح العيوب مع سلام لي يليد القلوب بلا أذى ولي يقلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بيده سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابله في مسرات تدوم يا من به له جعلتني القديم وابل والدي في بروري مسرة تبقى بلا غرور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من الشريط كل ما غني به بلا إقالة وقلت لي رجع صل صلاة لتخلد الثمن ولتوصل بشارات الزمن مع سلام ليقلد الصفا على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعل لي اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترضى لي ذا صوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبرضاك جدت لي صل صلاة لي تقود كل ما اخترته والقلب مني علما مع سلام لسواي يذهب كل غضب وأذى فيذهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر والرقاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل حياتي للنبي مسرة يا من به كفيتني مضرة وجعل حياتي للنبي مسرة يا من به كفيتني مضرة واجعل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاصلا واجعل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني قديما أثنى عن نجز والدي خيرا يسر يا خالق ما شئت يا مؤثر بحق وجهك الكريم تهري كليتي والقلب مني مهيري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تقول صدقا في قدمي تزل الفيود والدقا مع سلام لي يجود بالوفا فيها على ماح محا مقوفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسن جهتي كلها عن قدر يا من بأمرهم جرار القدر وابلي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر محيالي وسر جوالي والشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد وتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا قديما صالحا وسغل غيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطعي وعمدي صل صلاة كالكلي تنور فتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداي لغير الذات مع الأعداء على المجمل الجميل البصري الحسن الأحسن معطي البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وغبلي التعويل والتفسير وليسرا هما تيسيرا واعصم قائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث قبلي ما لم يحض الصالحون قبلي واغرق لي العادات في الفنون يا وايب المذكر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لتصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام ليصحح العمل الصالح الذي يكمل الأمل على الذي قلت له مدادي مع قلام قادها بدادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا قديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قلت أقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقلت للنصرة والتكريم صل الصلاة لا تجاري صلاة إلى سوى النحو تزعزه القلا مع سلام لي يسر العسير الذي لك به انتهى المسير سيدنا
محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نفسي ما هوايا حونني بك على تقوايا وقدهما بخير خير للجنان وكل يعصم ولتنور الجنان والتعصم من القلب من الأغيار واجعل حياتي بشر الأخيار واشغل غداك بزوى مدرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك بالفرد رجب وفي سواه يا مديم للعجب قولي فيك اليوم لست أقصي كان أباق كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بالآدي تذهب لغير ما اخترته فتذهب مع فلام فلاح يقترب بلا شقاء من فيوض يقترب على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقاء كبدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصق به مكاره الدارين لغير ذاتي مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة خير خير جالبة لي أبدا حليبة علم حالبة مع سلام دائم لي يقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل اكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة النور هو يدوم تشهد لي بأني الخديم مع سلام نفسه لا ينتهي يقول لي مع رضا ما أشتهي على النبي الهاشمي العربي من لي به قضيت رب أربي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل لي الأعظم في أغرادي جميعها يا ماحيا أمراضي وليها في القبض والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة واجعل حياتي بشرا للمنتقى في آله وصحبه ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانغلقا باب الشكاية لدي مغلقا بممها من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صل صلاة لي تقلد العيان مع الشهود وتقود للبيان مع سلام زايد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسره جناسي مستعان كل عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتجهي عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي وجعل مدادي وقلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قلت لنا الرسوق واليقينا يا من شقى وأهله يقينا صل صلاة لذة تقلد في قلب أفضل الورى فتحلد على الذي يسره لزومي أيدي البراق حب ذي الحيزوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكرك يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التاويل والتفسير قد المغيبات بالتيسير واصف فؤادي ولساني من لغى وعندك اجعل لي نور البلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني شكرا على النعماء يا مغلل الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي لو به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصر بحق وجهك الكريم يا مغطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره معا كل المفاسد وللمنجمع إلى سوى ذات المكاره معا كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت در كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سوا وضرر السنين والأيام بمقدر القيام والصيام وضرر الإنس وضر الجن في كل ظاهر ومستكن وضر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقتك الأقوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفع لي عرشي وليرفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتجني عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الضر ولي تقود الدار أهل الغفر صل صلاة قد أيس اللغن
فاستعين وإذبه مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليته معصومة ولي في أبد تعظيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة جانبي تصون يا خير حافظ له تحسين مع سلام سائق ما لا يفيد إلى سواي قائد لما يفيد على الذي بايعته بقلمي وبمدادي ماحيا لظلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به لي تصون نبي وهبت لي أن لا يعود لي ضرر في أبدي يا من يصون للضرر أقصد قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبهت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحوزه الصالحون قبلي هب لي ندامة هدايا أجمعين من قد ضري لا تسق لي اللعين وهب لي اليوم تلازم اليقين وعندك جعلني سرور المتقين وهب لي التحقيق في أرضي وفي تركي ولي فصلت بالهج الوفي لجت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل ترك إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وغم وصف لغير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أجبت الشك ولا يعود لأبدا آدم المعيد صل صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سر إقدامي له مقدما لدى القدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحل به بيني وبين الشك يا من يستغل مثل دك صل صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إقدامي له مقدما على القدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحل به بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي عبد إن أرضاك واجعل فؤادي زايدا في كل ما لم ترده لي أهدني معلما واحمل توجه الضلال والغدر إلى جهتي وقني كل غدر وتغنني بك مع المباح إلى الجنان والتزد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا وتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوفرت خير قرضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني النارين والنارين صل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمته يا حافظا عظمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم اسمة كل من أذن واللوم سيرت قلبي خير علم واعيا سيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لي اليوم الشروق في الكتاب وما لي يخترن وسمت من غتاب والتعمي عن معصية كليتي واجعل كفيا للصالحين نيتي وهبت لي الذكر مع الحلاوة وقلت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي وجهادي بالحروف يا باقيا لي كان بامتلاء الظروف صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بغنائي يشهد على الذي جعلتني القديما لو ولي قد سلب التقديما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجهي عني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذبت كل ما يسوءني إلى غير ولي قلت أفضل الإله صل صلاة لتصفي عمري مع سلام مصلح لي أمري على الذي أكرمني بكوني أعجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قطع علما بهم صل صلاة تطرد العيوب لغير ذاتي تكشف الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع سلام يذهب التشنيرا لغير قطي ولساني والحروف على الذي بيجري كل شيء سيدنا
محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قتي يا مها مثاني بالحق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحسادا لغير نحوي تمنع الفسادا من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاثم من سلبي على الذي وهب لي تكريما وبشرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهب لي من تلاظم البشر ولثوايا سقط 12 صل صلاة لي تقود المسلمين مع صلاب آثم من مجرمين على الذي طيبت لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم مباحات البشر وجن حياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حرمت ما عني بنت في رجب لغير ذاتي وقلت للعجب صل صلاة لي تقلد الثمن ولي تقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يسون لي مغفر لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقبله صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر شكور الرازق السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صل صلاة لي تقلب القلوب مع سلام لي يجور بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيره سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليبقي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليب بركة الإسراء وأن أكون بسر كل رأي وليب كونك كل مرسلين واجعل حروفي كفها للرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي خير الكلام عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لوم صل صلاة لي حياتي تؤمن من المكاره معا يا مؤمن مع سلام يدفع الرزايا لغير ذات يجلب المزايا لي أبدا بغير كد وعمل على الذي ليوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتذكر الذي هنا أقول يا خير من يرحله محقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زنت مكاتب لوجه منزلك بك ووزني للجنان ينسلك رافقتني مشيعا للجنة دار القرار والمنى والمنة جعلتك الدهر خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقعد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تملك غير منزل من غير منزل يشفي نزلي نفيد الشك وغدايا والتهم إلى سواي لي كشفت من بغم يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما فعل فما طلبت منك يا رب فعل فصل عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجب به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة وملي تبشر بالانتهاء يا من لديك البشر مع سلام يرفع الشقاء لغير ذات يحسن البقاء مع سلام يرفع الشقاء لغير ذات يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل قتي أنفع البرور على الذي
لي وهبت لي محبة وقلت لي كونك لي وقدمة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به أعلى رضا أغرادي يا جاعل الأعظم في أغرادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد قلت بيني وبين كل ما لم ترده لي فضل بالعلماء صل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أو سالي للخير في الغدو والآثار على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي ما هوايا ولي تقود مقتدى دوايا قلت لي القيور من دنياك وقلت لي معرض ثنياك سقط النفاصل لغير ذاتي وقلت للأعظم في لذاتي صل صلاة جرداء عنك تشهد لي وبالضياد منك مع سلام لي يقلد اليقين تجهلني به سرور المتقين على الذي يزوره ميزاني في كل ساعة بلا أحزان سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحربه بيني وبين سوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحزحت فضلا لسواي النار وقلت للدرهم والدينار ولي فيك لي ما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يستعاذ منه منك عونا صل صلاة كل فاتر تسوق لغير ذاتي لي تديم ربح سوق بلا خروج مع سلام فائق لي يجود أبدا بلائق على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصالا يليق بي والتقن انفصالا يا جاهلا قصدي فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وغبت لي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعن به وما لم ترده لي يا بغن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل أشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى اللوم أوصلت لي لقنتني فصرت لي لا شك فيما منه لا كجدت لي علنتني بلا أذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني مهوت ما يسوءني مكنتني أبي به وليجد باسمه ومد لي خيرا بغير صدمة أبقي لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكن ليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنالتني فوضا ولبا عاصما ممن يرى في أبد مقاسما صل صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت لي الكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أرم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن بالبشر هذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خير عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيه شاكر عليم باقي إلي النفقات بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صل صلاة لي تقول دركما قد فاتني تملو قلبي حكما مع سلام جاذب لي بركات ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر رضواني بلا تزلزل ولا عدوان على الذي تسره حياتي وقلت لي بجاهه الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض لشكر غردا أسكن قائدي في التوحيد والتحيي به طريقة الوحيد والقول السديد والفؤاد النوير يا منزلا قد يبتلي بالسور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وغبت لي يوم كتابتي لذا درا وياقوتا أداما في لذا من يقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم
بأن تصلي وأن تسلم عني على من بيباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قدي يا شكور يا من له من انتهى شكور شكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني الغداء والمرضى في كل شهر واجعل الشهور لعبادات حوت مهورا واجعل مكاتبي لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نويت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني اشهد بتعظيمي وجهك الكريم مع كتابك ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وغربي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما عصمتني من الحارين صل بتسليم بالانتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الذكر ورد لي جميع مرضت لي مع رضاك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد والترني حقائق الأشياء يا مرحبا بالدور والأفياء واجعل بنائي قالسا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك أوصلت لي اليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي جددت تلك العود للتعظيم وكنت لي بالنصر والنذيم حق لي الرجاء في ترك وفي أخذي بلا نقد ولا مقاوف لي حقق الرجاء في كل لياد وجن حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اشكر وعلم ولتبارك أجيبي وانفع بما يدوم أعلى عجيبي وصل عني سرمدا وسلم على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك جعلها أجل خيري بلا رغاية وقلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واطرد به إبليس طردا لا يرم لغير ذات يا حفيظ يا كريم وعندك جعلني ذا صلاح بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صل بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشتر لي الدر بأني عنك وعن مراد ضد منك زدني علما وردا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا واصدق يداك أبدا إلى سوى مذردي سقم لغيري سوا وبي جدد الهدى هداك واسقل بغير جهتي غداك واسكت تضرعي يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وقلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري مني تقبل يا منيل الذكر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماريا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلتي سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم بكوني ماليا لما تحب ليزد أعرابيا زدني توجها إليك برضا يا من كفاني الغدا والمرضى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل ذر تصرف إلى سواي بسلام يصرف ما ثاني إلى سواي أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتخرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغيري كلما يضرني
إلى الجنان معلما لي ودفعك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر القناس والجن والغدا معا والناس صل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجرك أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأيس الذي يريد تعبي مني يا مذبحا لبدغبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حقق للرجاء يا كريم يا باقيا سكوره أروم حقق للرجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم صل صلاة بسلام يشهدان لي بفوز وسقاء يبغدان إلى سوى عقلي وقولي والعمل وللجنان لي يقودان الأمل على الذي ينحو له مدادي مشيعا بالصدق والوداد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بسلام يدفعان ما ثاني لغير ذات يدفعان كل يدي في علن وسر لي يجودان بأعلى السر على الذي تنحو له قلامي بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو به قصد اللغى لقصدي يا من محى مائبي بالحط محوت أن يغفر قتلي اللغى يا من ودادي للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع إلى العرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في رغداك عسكر ما سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ على الذي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي اليوم كمال العقل وزد بحقل الدهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أثبت ما دس اللعين فيه هي له يا مانعا ينفيه صل صلاة بسلام يطردان لغير ذات ذاته ويرشدان كل يدي إليك بالردوان بلا مقاطعة ولا عدوان على الذي تنحو له نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر الناب والضر عين وكلام ودرر ما حان أو ياتي وسوء وغرر إلى سواي وسوى محتير لي يا قائدا بفضله القيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من كان عن مقوفي صل صلاة جانبي تكرم مع سلام عمري يكرم على الذي كوني له معلوم وانقاد لي في حبه تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واعصم بجاهه العظيم عمري من غير ما يرضيك يا معمري واعصم بجاهه العظيم عمري من غير ما يرضيك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني واستعط لي فسكري مني تقبل يا منيل الذكر صل صلاة بسلام الانتهاء لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا ثمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبشري أبدا وقيت عمري الأذى والقدر يا من بتبشير تجر القدر صل صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادقا ويسعدان هل الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قتلي ربي عندك أكبر الرضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني منبهم وصنتني عن الأعادي والتهم صل صلاة تكفئ الأسرار للجنان تمنع أشرارا من التوجه إلي بالآيات مع سلام ليجود بآيات على الذي حلت بجاهه العظيم يا خير من نوجي بالدر النظيم بيني وبين كل من يناظم
ناظر يا قائدا ليس له مناظر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني يقبل مالك حروفي قائدة للبر والمحروف وحد وجه اللغى والنقد لعمري يا من بشري يقدي وأيث الشيطان من توجهي لي أبدا يا من له توجهي وامنع ذاك من إرادة الأياد تسوءني يا من حماني بأياد واجعل حروفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ذهبت باللعن بغير رده إلي يا معن مزعزعا لغير نحوي كل ما يسوء أو يضر حيث ونما صلي صلاة بسلام يرقيان للغش والكرسي فورا يرضيان على الذي له قلام والمداد مدة أعوام بقد ذي سداد عبادة لك وقدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأن يجزه أجورا صافية يا من به لي عدم تنافية وأن يجزه قيورا صافية يا من به لي عدم تنافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن الغداء والمرض ولي تقلد الرضا في غردي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدان قلود ملكك وكل يسندان على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعديد سميا صلي صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي من رجوت الخير بجاهه وأن تكف الدير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأزم الزكاة والولاية وغبري الزكاة والولاية ولي أل ولي اللين آية وغبري الزكاة والولاية ولي أل ولي اللين آية واحفظ كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي خليت كلي بتوفيقك يا عليم يا قبير ذا لا شك يا ذكرك هب لي والتجد لي بوداد والتعمني بخير علم وسداد جدد به الإسلام وليجب العلوم النافعات يا قبير يا عليم وغبر الشروع رب الساعة يا من كفاني قدرات الساعة حقق الشروع في العلوم يا مبطي التاليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صل على العبد الرسول والنبي من سانني ولي صفات نبي وصل من على مزادح البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي ابن زكاة عقل في القيور يا من حباني بالغيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا صل صلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل مع سلام لي يقلد الرغد وأمسي ينسيني بيومي وبغد بلا غدا ولا غنى ولا حساب مصيرا كليتي غير حساب على سبيل ذي الجمال أحمدا من قلمي مع مداد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه الأقدار والأوجال إلى سوى النحو والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ رافع قد سميا صل صلاة لي مرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام لي يصحح الجسد مزعزعا لغير نحو ذا حذر يا قائدا لي ما حماها فانية وقلت لي خير جماد الثانية صل صلاة منك ذات بركات تنحو لها لغير ذات المهلكات صل صلاة منك ذات بركات تنحو بها لغير ذات المهلكات مع سلام لي طيب الوطن ولي يقود ما يوسع الوطن على الذي مدحت من رأس الحرم بسادش الشهور وهو من كرم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملكني وصف رابيا عني وارفع حجا عني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تم به علاه صل صلاة بسلام عني عليه يا واسع وقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر ما طاعه وجعل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من الهلا حيث يكاد جماله ذد يا جميل واجمعين له المنى وقت له قمعي ملك خير الخلق مدحا يبقى قلوا دفله وأنت
متى سبقا صفيت قدمتي لأفضل النبي وسانني وسان ما في تنبي رمضت لله تعالى مد يدي بفيضه الذي لي مد رد لي الله الذي كاد يفوت من القيور ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفهم ذا تحيري له شكوري أبدا على الشهور وليجاد بظهور وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور راقع قد سميا صل صلاة لتقلد البشر تفدي إلى سوايا 19 مع سلام يترد اللعينا لغيرنا كي نعبد المعينا على النبي والرسول أحمد يا من به ساق لغير الكمدا وآله وصحبه وأذهب كل مباين لزوايا يذهب وقضي الدهر العظيم الأعظم يا من به أخزيت من تعظم بلا ملاقاة وغير قدر يا ذا الزمان والورى والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور كالتدراج صل صلاة لتلين القلوب ورايبا تخوض لي مع الحليب مع سلام سائق ما ساء إلى سوى نحو ومن أساء على الشجاع ذي السحاب الماحي من حبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذب الشيطان والمكايدا لغير نحو وفي كل كايدا واجعل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا صل صلاة ذات بشر قالدي مع سلام لي يسون والدي عن ذات قبر وعذابهما والدتي يا خيرا لي قما على الرسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل به ضعي النظام خيرا هبالة لي تقود الخيرا واقبل مني كرما بجاه من فاق خلائق الإله ذي الزمن وامحو به ما فاني فيما مضى من عمري مصفيا لي المضى واجعل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة النفو لا ينقطع على الذي به عذايا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة الشفيع السلمي على عربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماكثا بالأفيد ودور يامي وغيالي تاليا وفق لغير جهتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير الدر قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر كالكلي والإجماع على الذي به خلقت كل ما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل عبدك وهبك الخليل بجيد له يكسر القليل وابله سعادة الدارين يا من كفاه الحارك النارين وابله التوفيق في كل لياد وجل حياته له خير أياد وابله الشهور والأيام بسر له والتقه الإيام هو جيل الفصول والسنين لبذره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا صل صلاتك التي لا تخطر ببال ذي بلاغة قد يستر مع سلام لا يماثل سلام خلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارتغنني يا نافعي بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر وجنب فضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي وارتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر صبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي واجعل لي الرضا مكان الحلم واجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي محجلة تجلدا وغب لي الرغبة عن معاصي يا من كفاني ضر كل عاصي يا من حماني عن غداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فقبل شكوري مني وارفع للعرش العظيم عني مني شكور الفقر إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي مني شكور الفقر إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي يا من له التكبير والتقديس بك انتهى لغيرنا إبليس يا من له التقديم كالتمليك عصمتني من ضرر الملوك يا من له الخلق كماله الأمور خبيتني فضلا على كل أمير يا نافعا بي كل من يزور حميتني ما ضرني وزير يا من له كن
كن فيكون يا ملك حميد كل أم مشقات السلوك علمت الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس محت والقبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأتبت خلدا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقت لغيري الغدى بقهرك قهت لي نفسي قهت لي هواي والسوء والإجلال سقت لسواي منك تذودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات زهدت في الحرام والمكروه بغسمة منك ما تكريه سقت لغيري كل ما لا فائدة في وللخير حياتي قائدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيتني مضرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صلي صلاة تذهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض صلي صلاة تذهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأعراض ما سلام يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصحبه بالحال والمآل وشد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بخير خير ورضاك قل لي وارفع حروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجى عبد بالشكور ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سمي صل صلاة قد سبت من القدر يا خالقا بإذنه يجري القدر ما سلام من سواك لا يكون تهب لي بيمنه كن فيكون على مزغزه ذوي الإتعاب لغير نحوي أبدا كالعاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قط لغيري وتكن لي بكن واحفظ بي ستة يا حفيظ يا من له معنى واللفيظ واحفظ بي ستة يا حفيظ يا من له معنى واللفيظ واحفظ بصدري العلوم النافعة وجعل حياتي للنبي نافعة صلى عليه أبدا وسلم علي من به فؤادي علما وابلي الحفظ بلا نسيان واقسم به عمري من الغسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا صلي صلاة عن هداك توني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني ما سلام لي يقود جندك حمدا غنيا بالكتاب عندك ما سلام لي يقود جندك حمدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أذب لغير ذاتي العيوب وقل لقلبي الفيض والغيوب وهب لي اليوم بغير صلب كن فيكون لي مهادي يغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوزت عقولا وتصلح المعقول والمنقول مع سلام الياب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى غير رسول على النبي والرسول سلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي أسمعين سمع قبول ولي الخير أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمدع الكفولا مع سلام يكشف الغطاء ويجلب الرسوق والغطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق ذائمي هب المعرفة وانشر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحمي حرمي وابن لي الحزن الحزين حافظا الذكر بي مبتكرا أو لافظا وابلي التوحيد والحديثا وابلي التفسير والتحديثا وابلي القروع في الفنون يا مرضي الظاهر والمكنون وأذر الحق بقتي واللسان يا من يجود لي بفوز وحزان يا محيا الآفات والأكدار يا مطيع الجيران بعد الدار صل صلاة بسلام تسمع بها شكوري والمنالي تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل
ونور الشهور والفصول لي كما وغب للوصول ولينور كل يوم وسنة يا من تعالى عن منام وسنة وتغنني بالحفظ عن نسيان لجت بالشهود والغيان وتغنني بالأجر عن حسابي يا خير كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكوني المنى إلى الجنان يا منزلا وهبت للإسكان وسنت للجيران والمكان عن كل شيء بجناب لا يليق يا من بحمدي وشكوري يا خليق صل صلاة تثبت الحلال هندي ومني تمنع الضلال مع سلام ترد الأسواء وكل إدلال يري الغواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاهه فتكثر التقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكذب عندك إيمانا وإسلاما معا أحسن إحسان وللمنجمها وإنك جعلنه لي كنوذا يا من يجر الزيد والمكنوذا وارد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذاتي من نحاني بالذر واصمني من الألحان واصل لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي على رداك مكسرا لي قل لي يا الله يا عليم يا قبير يا من به لم ينحني صبور صل صلاة كل سوء تدفع لغير النحو وسعي ترفع مع سلام حافظ جنابي من درر الظفر والضر النابي هل الذي وهب للكتاب ولسواي وجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بحق يوم عرفة وقسائمه أعلى معرفة يا من وهبت الشهور والسنين ولسواي سقط جالب أنين صل صلاة لي تكون المنى ولي تقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي ليس يزال نافعا على الذي إقدامه أعلاني بلا أذى وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير صل صلاة كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مرحله وصلوات عليه زحزح لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحب الشكر لك رب قولي يا ما حيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا موليا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا صلي صلاة قد تقلد الكرم لي أبدا تحل ما حد برم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينحو نحوي ضر مع سلام يسرب الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء قال الذي سيرتني قديما لو بي وقلت لي تقديما بجايه وسنت لي أسراري به بلا مكر ولا اغترار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة العمر يطهر من غير قيد كالكليل تمهر مع سلام لي يقود مفهما ذوي القلا والنكر حقا أفهما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي اليوم بحق الله وابلي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وابلي التجويد باجتهاد فحجة لكل من والاني وزغل غيري كل من قلاني وجعل توالي في أنوار تنور صادقة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام واجعل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سميا صل صلاة لتجمل جميعا ما اقتطلي لديك يا خير سميع مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقنا الدنيا وذر الأخرى أنا التسنيا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن القسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ما حي الإملاق والضلال لك شكوري
سكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك سكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك سكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك سكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك سكوري على القيور في السر والعلن والديور لك سكوري على الكتاب يا مدلا وهب لي كتابا لك سكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك سكوري على التاليف يا مطي الأثار والمألوف لك سكوري على التقريب يا ماحي الهدوان والتغريب لك سكوري رب من محرم لقدم ذي الحجة قدم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا مرحبا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا مرحبا بمعجلا للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين لك سكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنة لك سكوري بالانتهاء يا من له خيري الانتهاء يا ربنا صل صلاة عظمت على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحبه شعيب شكر راقيا يا رافعا ليس يزال باقيا واجمع حروفي ولتبارك فيها إليك باديها ومقتفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مددا قد جوارحي إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم ترضني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وفكور سميا صل صلاة بسلام للدغا لها على مصرا به للمنتهى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتقى وأفئدة سحابك اجعلني سرورا زاجدا يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا صل صلاة تجمع الخيرات مخجلة دلا إلى الخيرات على الذين قاد يوم الجمعة ما لي من منى وجمع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشهور والأيام لي شواهد لقن الإيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي سلامة وهب لي عافية وغثمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وقتي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء أبدا يا خير محبود محب بلا حبك لي قد ذبذب الفسادا لغير ذاتي ونفى الحسادا إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد حدما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مغنيا مرام دري وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي قدر تما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن الغارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من داي يا ربنا يا من له الملك ما الحمد يا من لي منايا جمها صل صلاة تطرد الشيطان لغير ما اخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللغين مني ومن ذر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمد من بحثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن خير الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني رادي حمل حما عن جسدي أمراضي واشهد لي الدهر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب
وابتلي الإخلاص بالتوحيد مثبتا رسالة الوحيد وابتلي فيما مضى من زمني ما ليديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجهاد وزحزح الغداء لغيري بالجهاد زحزحت إبليس ومن والاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أصفار تأتيني الآمان منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بيا ولا زد النبي ما يسره وما ينفعه في بالأقوى قبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام قبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شهر وسنة أحمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شهر وسنة أحمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شهر وسنة قادبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهدي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي كل ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لي عداك طاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قلام كله تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برضاك ظاهرا على الذي أعطيته قرطاسي بقدم ضمت إلى أوتاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيس له قد الغرد يا من كفاني عداك والمرد يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراد باقية على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له من قدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له من قدمي ما سرا يا من كفاني من وشاء واخترا واغزم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأضيق أمري واجعل فؤادي قدينة العلوم النافعات إنك الموطن العليم واجعل جوارحي أوطان هداك إلى الجنان سالمات من غداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رداك لغداك غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه وصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له من عمري فوق المنى وعندك اجعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جهتي حاميا على قليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصحبه والتجعل جميع قدمتي رضا تنجعل يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني الهدى واللوم يا ربنا صل صلاة الحائلة بيني وبين قدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل وصحبه وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة دائبة بكل ذر مع سلام زائبة لنا سعادة وربحا وسعا يا مغنيا قد كنت لي بتوسعا على الذي به تقود للغرد بلا غدا ولا أذن
أذى ولا مرد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى أنتنا حني صل كل شهر وطنا مع سلامك على المشفع من قال لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وكب له في كل ما مني صدر من قدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلتي نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقبله يا رب من يوم الأحد أعلى بشارة لدى كل أحد واجعل كتابتي ماذا ياقوتا له ودينا يذري ياقوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عنا أول ملاب وقادني إليك يا ربي بك وقدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقبله يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير قدر يا من كفاني قدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارية كل المفاسد تسول طارئة إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه ضرري قد محيا مع سلام عمري يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وقد أحمد واجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وغب لخير الخلق في قتل البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم ترى نذيرها ومثلها ليس ترى من الخلائق على من فضل على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صير نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقبله ربي بيوم الأدوان يا باقيا مربيا ومشبعا ما في كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر وجل حروف له لذات بلا لغاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقبة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي القميص قبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهب من قصدوا در معا فتذهب إلى سوايا سرمدا مع سلام لغيرنا يذب من بهم ظلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وزعزعوا لغيرنا الكفار كما محى الإغراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وغدد الأعداء تهديدا يدوم يثربهم لغير عبدك الخليم وقبله يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام لي يقول سبقا على الذي وهب للكتاب ولي لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقبله يا ربي يوم السبت وكل يوم يابعا من نبت وجل صلاتي هذه لديه خير صلاة سليت عليه وقبله بها بشارات الأحد وقبله الأيام من يوم الأحد واكتب له بها بشارات الأحد وقبله الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا الندى صلى عليك من هداك سندا حتى صلاة بسلام لتجود بالاستقامة وتقليل الهجود في الآل والأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباع يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا أسقى صلاة بسلام لا عدد لا تسوق لي دائما مدد في الآل والصحب وكف ما حذر حني وجاد لي إليك
عليك بالنذر يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى صلى عليك من سألته هدى أزكى صلاة لي تسوق كل ما لو تغيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآل وصحبك الدرر ولا آلي يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للسرى أزكى صلاة لي تجود بظفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآل وصحب من غدا لهم مآلي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين ذي الإله صلى وسلم عليك أبدا بالآل والصحب ومن تعبدا أزكى صلاة منه جل بسلام تصيب لي توبا يا مع دار السلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك سميع أزكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسقر غداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى ولد مسلما مع القيال المبدي كما لغيري أذال وبدي بغير رد لي إلى الجنان وبك تفى أبدا جناني يا خير مرسل لغير أمة صلى عليك وكفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل والصحب وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بالانترام وبك جملة ذنوبي غبرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من هداك وجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النار والشقاء كف وما يحرمني الرقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك من قد نعما بك علينا وأدام النعما وكلما اشتقت إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أخبار دنيا وأخرى بك ذا سلام من الحساب ومن الملام وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وثاق للأرب حتى أصير بشرا وجم وغرب وضمني إلى الصحاب الأمنا وقاد لي بلا حساب للمنى وحتى ذنبي وعيوبي محا وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النسم شفا لي وللأمة حيث كشفا وكف عني جملة الرزايا به وثاق لي به المزايا فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء داع جدير قاطبته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى غنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرمي يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بسلام بالآل والصحب المزحزح الظلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي صايقا فوق مرامي بكن واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الذافية واجعل بجاهه حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين